ازاي اعرف قيمة نفسي وما تأثرش بكلام حد، اكون اقوى وعندي ثقة في الله. تابعوني بإذن الله، الفيديو ده حلقة مهمة جدا فيها ازاي تعلي قيمة نفسك وما تتأثريش بكلام اي حد، ونكون اقوى بالله بإذن الله. السلام عليكم، معاكم آية من قناة جنة الدنيا مع آية. لو أول مرة تشوفيني بسرعة اشتراك وتابعيني. هنتكلم النهاردة بإذن الله عن ازاي اعلي قيمة نفسي واكون اقوى فعلا بالله. اول حاجة لازم نعملها نكون عندنا دي لها قيمة عالية قوي، اللي هي ايه؟ الاستعانة بالله. الاستعانة بالله ازاي بقى؟ ان انا استعين بالله في كل حاجة في حياتي، يعني اعرف اي حاجة اعرف عنها معلومات وادركها تماما وافهمها، فبالتالي هعمل الحاجة دي هكون فاهمة وواعية فيها، فهنجز انجاز. تبقي عارفة قيمة نفسك، يبقى انت عارفة انت عارفة ربنا خلقك ليه، انت عارفة انت جاية هنا اصلا الدنيا ليه. ربنا بيقول في القرآن: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تمام؟ يبقى انت اصلا عارفة قيمتك وعارفة انت جاية الدنيا ليه، عشان خاطر نعبد الله. يعني مثلا حد يقولك انت فاشلة، انت مالكيش قيمة في المجتمع، انت مش عارفة ايه، مصدقهاش. عارفة ليه؟ انت اقوى وانت ناجحة ومميزة عنها بكتير. عارفة ليه؟ بتصلي طبعا وما بتسيبيش فرض، تمام؟ يبقى كده ده انجاز. بتصومي، انجاز برضو. بتقرأي قرآن حتى لو صفحة واحدة، ده انجاز. بتذكر الله، ده انجاز. ممكن تكون اللي بتقولك كده اصلا هي ما بتعملش اي حاجة من كل ده. بتصلي الفجر، قيام الليل، ده انجاز. يبقى عرفت انت ناجحة بقى ولا فاشلة. انت يمكن انجح منها بكتير من اللي بتقولك انت فاشلة دي، لان هم اصلا الناس بتقيس النجاح والانجازات في الدنيا على الحاجات الدنيوية بس. يعني ايه؟ على حاجات دنيوية مادية بحت. يعني مثلا شغلانة، مرتب، بيت، عقارات، مش عارفة، ابني عمارة، ابني فيلا، ابني مش عارفة ايه، مش عارفة اقدم في شغل كذا، اجيب فلوس من كذا، اعمل كل حاجة دنيوية. بيفكروا في حاجات دنيوية بس. انما الحاجات اللي هي بقى للاخره الباقي، اصل الدنيا دي هتعملي حاجه لدنيتك كتير، تمام، بس الاخره اللي هي الباقيه، الدنيا دي فانيه وكلنا ماشيين يومين وكلنا ماشيين، ودي حاجه كلام مفروغ منه، تمام؟ مكتوب على بني ادم، مش انتي بس، كل البني ادمين كلام مفروغ منه، يومين وكلنا ماشيين، تمام؟ انما الاخره اللي هي اللي باقيه، اللي هي نعمل ليها فعلا، نحوش لاخرتنا. مش المقياس انك انجاز في الدنيا يبقى انت ما انجزتيش في حاجه في دنيتك، يبقى انت كده ما عندكيش انجاز. لا، لازم نوازن، تمام؟ الانجاز والفوز العظيم هو ربنا بيقول في القران: فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. هو ده الفوز الحقيقي، والله العظيم يا جماعه، هو ده الفوز الحقيقي، الفوز بالجنه والفوز بالاخره بالفردوس الاعلى باذن الله، تمام؟ طالما انت بتعملي كل الحاجات الحلوه الخير اللي ربنا امرك بيها، هو ده انجاز. ايوه، ربيتي ولادك تربيه الصح، ده انجاز وده دنيوي اهو، تمام؟ وحاجه ربنا امرك بيها وعملتيها. بتنظفي وتروقي بيتك وتظبطي دنيتك وحياتك، ده انجاز. بتيجي بتساعدي الناس بس من غير ما تيجي على نفسك، ده انجاز، تمام؟ بتقدر قيمة نفسك وتعرف قيمتها وتدي لنفسك حقها. إن لنفسك عليك حق، فربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك على نفسك. إن لنفسك عليك حق، إياك تيجي عليها. ساعد الناس واعمل أي حاجة بس تكون في مقدرتك، تمام؟ بس ما تجيش على نفسك. ولو قاعدة معايا لحد دلوقتي في الفيديو، اوعى تنسي اللايك. انه خلينا متوكلين على الله في كل امور حياتنا، متوكلين على ربنا في كل حاجه في حياتنا، عارفين احنا جايين الدنيا هنا ليه. ربنا قال: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انا جايه عشان العباده، انا جايه عشان اعبد ربنا، انا جايه عشان اعمل حاجه حلوه في دنيتي اقابل بيها ربنا، وبقابل ربنا بحاجه وانا فعلا خلاص اللي هو حاسه ان انا هموت مطمنه ومرتاحه. ليه؟ في حاجه كده انا اقابل بيها ربنا، وربنا هيفرح بيا بالحاجه الجميله اللي انا عملتها دي. فاوعى اوعى ابدا تقيسي الانجاز في حياتك الدنيويه فقط، لا، قيس انجازك بالاخره،
قيسي انجازك بالحاجات الجميله اللي بتعمليها لله، بالحاجات الجميله اللي بتعمليها في الخفاء ومحدش يعرف عنها حاجه الا الله سبحانه وتعالى. بتدعي وقادره كده ترفع ايدك وتدعي، يبقى دي حاجه، ده انجاز، دي حاجه جميله ربنا موفقك ليها. تمام. اياك تحسبي ابدا الانجاز انجازات في الدنيويه بس، خلينا متوازنين، انجازات دنيويه وانجازات الاخره برضو باذن الله، ونفوز بالاخره ونفوز بالجنه باذن رب العالمين.